خطة الحكم الذاتي كما قدمت من طرف المغرب هدفها ثلاث. أولا، إلغاء الاستفتاء كحل لقضية الصحراء الغربية وحل محله. ثانيا، وأد أي إمكانية تفكير في حل سياسي آخر غير الحكم الذاتي. وثالثا، حمل المجموعة الدولية إلى التأقلم والتقبل للأمر الواقع المفروض في الصحراء الغربية. تمكن المغرب من حشد الدعم وحشد التفهم لمواقفه، والآن النتيجة هي اللي موجودة. الوصول إلى مبتغاه أي اعتراف الكلي هذا مؤكد، لأن فيه التزام وفيه متابعة، فبالتالي الاعتراف بالحكم الذاتي هو اعتراف بالسيادة المغربية على التراب.